بيصحى من النوم علشان يتفاجئ ان البشر كلها بتتحول لزومبي، ومطلوب منه دلوقتي ان هو يلاقي عيلته ويعرف يعيش وسطهم. وعلشان نفهم الحكايه بنبدا خالص مع ريك وهو ماشي مع زميله شين لما بيكونوا خارجين في دوريه كالعاده، وبيلاحظوا يعني ان الجو هادي ومفيش اي جرايم. فبيجيب ريك كده اكل وبيروح لشين اللي بيفضل يشتكي له من حبيبته وازاي بقى انها زنانه وكل حاجه بتعمل منها دراما. وبعدها بيساله كده عن مراته لوري، هي اخبارها معاك اليومين دول ايه يعني يا غالي؟ فريك بيقول له انها كويسه لكن اليومين دول متضايقه مني لان انا دايما مشغول. فشين بينصحه يعني يتكلم معاها ويفهمها ان دي طبيعه شغلهم ويحاول يراضيها. وبيقول له يا عم اضحك عليها باي كلمه، يعني انت عارف ان الستات اغلب خلق الله. بس فجاه وسط كلامهم بيجي لهم بلاغ ان في عصابه بتحاول تهرب وان هم داخلين عليهم، فبيطلعوا بسرعه علشان يقبضوا عليهم. وبينصبوا فخ للعربيه اللي فيها العصابه وبيستعد ريك كده وباقي الشرطه. ولما بتتقلب العربيه بيروح ريك يقبض عليهم، بس اللي ما كانش عامل حسابه ان معاهم اسلحه كتير وبيبداوا يضربوا نار كده على بعض. وفجاه بتيجي طلقه في ريك فبتصدم شين وبياخده بسرعه للمستشفى. ومن بعدها بيدخل ريك في غيبوبه، لكن فجاه بيفوق وبيشوف شين وهو جايب له ورد وجاي علشان يطمن عليه. وقبل ما يتكلم معاه بيرجع يفقد الوعي تاني. بس المره دي عزيزي المشاهد لما بيفوق بيلاحظ كده ان الورد اللي جايبه شين اصلا ديفل، وده معناه ان هو راح في غيبوبه لمده طويله. فاستغرب، ولكن اللي كان اغرب ان هو بيلاقي جسمه كله ضعيف ومتخدر. ولما بيبص حواليه بيلاقي اجهزه التنفس مش شغاله، فبيقوم بسرعه كده علشان يشوف اي حد يساعده. بس الغريب برضه ان المستشفى كلها فاضيه والدم في كل حته. واللي بيرعبه وبيوتره اكتر بيلاقي جثث كتير، ما بتبقاش جثث عاديه يا صديقي، لا دي متاكل منها اجزاء. ولما بيكمل ماشي بيلاقي اوضه مقفوله ومكتوب عليها تحذير محدش يفتحها، جواها زومبي. بيتصدم كده وبيطلع يجري بسرعه من المستشفى. ولما بيخرج للشارع بيلاقي عددهم بيزيد اكتر واكتر، وبيفهم ان في كارثه حصلت. وهو في الغيبوبه بيحاول يدور على اي حد يستنجد بيه لكنه مش بيلاقي غير عجله. فبياخدها كده وبيطلع جري على بيته علشان يطمن على مراته، لكنه برضه مش بيلاقي حد في البيت. وبيفضل يكدب عينيه وبيكون فاكر نفسه لسه في حلم، لحد لما فجاه بيظهر طفل وبيخبطه بجاروف كده في وشه. وبينادي ابوه كده اللي بيكون اسمه مورجان وبيقول ان هو مسك واحد منهم. لكن لما بيجي مورجان يشوفه بيكتشف ان هو بشري زيهم عادي، فبيقرر ان هو يساعده وبيدخله بيته وبيغير له على الجرح كمان. ولما ريك بيفوق بيستغل مورجان الفرصه وبيساله لو في حد عضه، فبينكر وبيقول ان هو اخر حاجه فاكرها يعني ان في حد ضربني بالنار ودخلت في غيبوبه، بس صحيت لقيت المنظر ده. حضرتك بقى ممكن تفهمنا حاجه؟ بس مورجان بيقرر يتاكد بنفسه وبيحط ايده على وشه وبيلاقي بارد كده، فبيطمن اكتر. وده لان الشخص اللي بيتحول لزومبي درجه حراره جسمه بترتفع، فبيفكه وبيقول ان هو هيراقبه على طول. وبعدها بياخده يتعشى معاهم وبيستغل ريك الفرصه وبيقول له معلش بقى يا غالي هتفهمني اللي بيحصل ولا لا؟ وبيبدا مورجان يحكي له الحكايه، بيقول له ان في وباء انتشر بيحول الناس لزومبي وبيحذره ان هو ياخد باله كويس. وده لانهم بينجذبوا على الصوت وان هو ما يسمحش لحد يعضه لان وقتها هيجيله سخونيه شديده ومن بعدها هيبدا يتحول وهتبقى واحد منهم. وفجاه بيسمعوا صوت دوشه، فبيروح ابن مورجان يطمن وقتها وبيشوف مامته اللي اتحولت لزومبي. بينهار الابن من العياط بيعيط وبيحاول ابوه ان هو يواسيه، بيهديه كده وبيقول له دي ما عادتش امك خلاص. ولما بيشوف ريك متوتر كده ومش فاهم حاجه بيحكي له قصه مراته وانها فجاه جالها سخونيه جامده وبعدها اتحولت لزومبي وانا اضطريت وقتها اتخلى عنها. ولما حاولت ان انا اقتلها للاسف ما قدرتش لاني لسه بحبها. فبيشفق ريك عليه. وفي اليوم التاني لما بيهدى الجو شويه بياخدهم لبيته مره تانيه لعل وعسى يعني يلاقي اي حاجه توصله لعيلته. وهناك بقى بيقول لهم ان هو حاسس ان اسرتي لسه عايشه وان هم بخير. فبيضحك مورجان عليه وبيقول له عرفت منين بقى يا فالح؟ فبيقول له يا عم مش شايف البومات الصور كلها اختفت وده معناه ان هم اخدوها قبل ما يهربوا. مورجان بيقول له البومات ايه يا عم انت دماغك في الملوخيه خالص، بس انا برضو هسيبك تعيش على امل يعني. وبيعرفوا كمان على اماكن ممكن يلاقيهم فيها، واولهم واحد اسمه اتلانتا وهناك مركز للاجئين. وانا سمعت في الراديو ان هو كبير ومليان اكل واحتمال اسرته تكون مستخبيه هناك. فبيفرح بكلامه وبيحس بالامل فعلا وبيقرر يروح يدور هناك. لكن قبلها بياخدهم معاه على مركز الشرطه وهناك بيقدر ان هو يجيب اسلحه كتير لانه كان شغال وعارف كل حاجه. ولما بيعرض عليهم يروحوا معاه بيرفض مورجان وبيقول له ان هو يفضل هنا وهيعلم ابنه ازاي يستخدم السلاح. احنا لازم نعتمد على نفسنا علشان نعرف نعيش في العالم الغريب. فريك بيقول له براحتك وبيديله لاسلكي كده يتواصل بيه مع بعض وبيودعهم وبيروح في طريقه وبيتكلم فيه وبيحاول يتواصل مع اي حد. فبتسمعه مجموعه من الناس وبتجري واحده ترد عليه. ولما بتعرف ان هو رايح على اتلانتا بتتصدم وبتحاول تحذره وبتقول له ان هم على حدود المدينه علشان يروح لهم، لكنه ما بيسمعهاش للاسف. وده لان بيبقى فيه مشكله في الجهاز. وبيظهر هنا شين وهو لسه عايش وبياخد منهم الجهاز وبيحاول ان هو يتواصل معاه لكنه ما بيلاقيش اي استجابه فبيتضايق. لكن لوري بتقول ان هم على الاقل اتاكدوا ان هو لسه في حد عايش غيرهم وبتقترح عليه انها تاخد العربيه بتاعته علشان تروح تساعد الشخص ده لكنه بيرفض. فبتتضايق وبيروح وراه وبيحاول يراضيها. وبنعرف بقى ان شين اتجوز لوري مرات ريك خلاص بعد الحادثه لان هم فكروه مات اصلا. وبدا بقى يلعب في دماغها وبيقول لها ان هو كارل خسر ابوه مش هينفع يخسر امه. فبتتاثر بكلامه وازاي خايف على مصلحه ابنها وبتقرر تفضل
بيفضل جنبه. وبنروح بينا الريك اللي بتعطل بيه العربيه في نص الطريق، فبينزل يدور على اي مكان يجيب منه بنزين، لكنه مش بيلاقي اي حل قدامه غير حصان، فبياخده يكمل بيه الطريق عادي لأتلانتا، لكن صوت الحصان بيكون عالي وبيجذب الزومبي ليهم، وفجاه بيلاقي عدد كبير قدامه وبيهجموا عليه من كل ناحيه، وخلاص فكر ان هو هيموت، بس قدامه بتظهر دبابه وبيدخل بسرعه جواها، لكن فجاه بيلاقي زومبي في وشه، ولسه الزومبي هيخوفه وبيقول له انت لسه هتصدعني، بيديله حته في نص دماغه، وبيبدا يفكر هيعمل ايه ويخرج منها ازاي والبلاوي دي كلها، لكن فجاه بيلاقي صوت طالع من الراديو، فبيجري ريك يرد وبيحاول يستنجد بيه وبيقول له انت شايفني يا اسطى؟ بيقول له طبعا شايفك، انت الصراحه في موقف لا تحسد عليه. فبيقول له ريك طب مش هتساعدني طيب اي حاجه؟ فالراجل بيقول له انا عندي نصيحه ليك، اطلع يجري. فبيقول له لا تصدق ما كنتش عارف المعلومه ديت. بيقول له لا مش بهزر، اطلع يجري ومالكش دعوه. وبيساله لو معاه ذخيره، فبيقول له ان هو معاه شويه اسلحه، فبيقول له حلو قوي الكلام ده خالص، خد بالك بقى ان في اخر الشارع هتلاقي حاره كده صغيره ادخل فيها على طول. فريك بيساله عن اسمه، بيقول له ان ده وقته يعني بسرعه يا غالي انجز. فبيسمع كلامه، ولما بيطلع على طول بيقتل في اي زومبي بيقرب منه، لحد لما بيوصل على اول الشارع وبيلاقي فيه شاب مستنيه، فبيشكره ريك وبيساله كده عن اسمه وبيعرفه ان هو اسمه جيلين، وبياخده للتيم بتاعه. واول لما بيشوف صديقته كده اندريا بيفتكرها واحد من الزومبي ولسه هيقتله، فبيقول له لا استهدى بالله يا اسطى، وبتزعق له كده وبتقول له ان هو السبب في اللي هم فيه اصلا، وان هم محبوسين، وده لانه طلع صوت ولما كل الزومبي في المنطقه اللي حواليهم، وفجاه بيسمعوا صوت ضرب نار جاي من زميلهم ميريل، فبيروحوا بسرعه يوقفوه قبل ما الصوت يجذب زومبي اكتر من كده ليهم، ولكن بيعاند وبيرفض ان هو يسمع الكلام، ومش بس كده بيبدا يتخانق معاهم. وبطلنا واقف في امان الله بيلاقي بوكس كده جاي في وشه، طب هو ماله طيب؟ وبيقرر البطل يجيب حقه، وبيمسك ميريل يربطوه وبيقولوا له انت فاكر نفسك مالكش كبير ولا ايه؟ احنا لازم ننيمك كده من العصر ونسيبك تفكر يعني مع نفسك بقى، ولما تقرر تعاملنا زي البني ادمين هنفكك عادي، غير كده هتفضل مربوط لحد لما يبان لك صاحب. وبعدها بيروح غيلين كده وواحد من التيم علشان يدوروا على اي اسلحه، وبيطلب من ريك ان هو يحرس المكان على ما يرجعوا، لكن بعدها بيرجع لهم وبيقول لهم ان هو ملقاش لا مخرج ولا اسلحه، وان المكان تحت اصلا متلغم من الزومبي. فبتيجي ريك فكره وبيقول لهم على خطته، وان هم ممكن يستغلوا ان الزومبي بتبقى حساسه للروايح والصوت ويدهنوا جسمهم بنفس ريحتهم، وبيبداوا يدهنوا جسمهم بالجثه ديت، وبعدها بينزلوا يتمشوا وسطهم، ولحسن حظهم بتنجح خطه ريك وما بينتبهش ليهم الزومبي، بيفتكروهم واحد منهم، لكن فجاه بينزل مطر وبتبدا الريحه انها تروح من عليهم، وطبعا الزومبي بتاخد بالها وبيتجمعوا كلهم علشان خاطر ياكلوهم، وبيكونوا لسه هيهجموا، لكن بيقدر ريك ان هو يهرب منهم، بينط من على السور، وبعدها بينصبوا فخ للزومبي وبيعملوا دوشه علشان يتجمعوا عليها، بينما باقي التيم يقدر ان هم ينزلوا من على العماره ويهربوا هم كمان، وعلى طول بينزل الكل الا ميريل، بيكون مقيد وبيتحايل على دوج كده ان هو يفكه، ولسه دوج رايح يفكه فبيتكعبل وبيقع المفتاح منه، فبيضطر ان هو يسيبه وبيمشي، لكن قبلها بيقفل عليه باب السطح علشان محدش يقدر يدخل له، وبيديله فرصه لحد لما الزومبي تقدر توصل له يعني. في نفس الوقت بيتفرق ريك وجيلين وكل واحد بيروح بعربيه مختلفه، وبياخد ريك المجموعه في العربيه بتاعته، وفي نفس الوقت بيمشي جيلين لوحده، وبيقرروا ان هم ياخدوا ريك للمكان اللي فيه اصحابهم، واول لما بيوصلوا بينزلوا كلهم ما عدا ريك اللي بيقرر ان هو يرتاح شويه في العربيه، واول لما بيشوفوا شين كده بيحكوا له كل اللي حصل، ان هم قدروا يوصلوا لهنا بامان بفضل صديقهم الجديد اللي اتعرفوا عليه هناك، وبيطلب منهم ينادوا عليه كده علشان يشكروا، وفجاه بيظهر قدامه صديقه العزيز ريك، بيتصدم اول لما بيشوفه، واول لما بيلمحوا كارل كده ابنه كمان بيجري عليه، فبياخده بالحضن وبيشوفهم شين اللي ما بيكونش عارف يفرح ان صديقه المفضل رجع، ولا يزعل انه دلوقتي هياخد منه لوري وكارل. ولما بيقعد ريك معاهم بيحكي لهم كل حاجه، وان هو داخل في غيبوبه، ولما فاق لقى نفسه في مستشفى مهجوره ومش عارف بقى وقتها كان هيعمل ايه، وقررت ان انا اطلع اشوف حياتي لحد لما قدرت ان انا اوصل لكم هنا. فبيقول له كارل ان هو كان خايف عليه لان والدته قالت ان هو مات، فبتتوتر كده وبتبص لشين، وفجاه بيقطع نظراتهم واحد بيقول لهم ان ديريل لما هيعرف اللي حصل لاخوه ميريل اكيد مش هيسيبكم كده وهيعوز ينتقم منكم ومش هيكون ناوي يعدي الموضوع على خير. فبيقرر ريك ان هو ياخد الذنب كله ده لان هو اللي ربط ميريل اصلا، لكن كلهم بيواسوه بيقولوا له ان هو ملوش ذنب. في اليوم التاني لما بيروح يصطاد بيسال ديريل كده عن اخوه ميريل، بس بيكتشف ان هو ما جاش معاهم، وبيتعصب وبيسالهم عن السبب وهو مات ولا ايه اللي حصل، لكن ريك بيتدخل في الكلام بيقول له ان اخوه كان بيتصرف بطريقه همجيه علشان كده انا قررت ان انا اربطه. بيتعصب عليه ولسه هيمد ايده، ولكن شين بيقف وبيدافع عنه، بيحاول ريك يهديه ويتكلم معاه بالعقل، فبيطلب منهم يعرفوه مكان اخوه وهو هيروح يجيبه. بيحس ريك بذنب كده وبيقرر يروح معاه، وبياخد جيلين كمان معاها لان عارف الطريق، وبعدها بيودع مراته وابنه وبيمشي، وبيستغل شين الفرصه بيحاول يقرب من ابنه وبياخده علشان يصطاد معاه. ولما بتشوفهم لوري بتتعصب وبتروح تاخد كارل كده، فبيحاول شين يتكلم معاه بالعقل لكنها بتتجاهله، بتقوله من النهارده العلاقه هتكون سطحيه وانت مالكش حق تتدخل في اي حاجه في حياتي، وبتفكروا ان ريك رجع ولسه عايش. بيقول لا انا عارف، وعلى فكره شفته ومن قالك ان انا مش مبسوط، ده مهما كان صديقي المفضل. بتقول له اسكت خلاص، انا وانت عارفين اللي فيها، ازاي هتكون سعيد يعني لو كنت انت اصلا السبب في كل ده؟ دي جيت قلت لي ان هو مات واقنعتني ان انا وانت نتجوز. في نفس الوقت ده بيوصل ريك واصدقائه لسطح المبنى
المبنى اللي كانوا سايبين ميريل عليه. فبيتعصب ديريل كده اول لما بيلاقي ايد اخوه، بيخمن اكيد ان هو كان لازم يعمل كده علشان يقدر يهرب، وان هم لو دوروا عليه كويس هيلاقوه عايش لسه. فبيقرر يحتفظ بالباقي من اخوه، بيتبع اثر الدم يمكن يقدر يوصل له ويساعده قبل فوات الاوان، ومن تتبعها بيكتشف ان هو قدر يكسر الازاز ويهرب منه. فبيطلب منهم ان هم يخرجوا يدوروا عليه في المنطقه لانه اكيد لسه موجود هنا، ولكن جيلين بيرفض وبيقول لهم ان هم لازم الاول يلاقوا اسلحه علشان يضمنوا سلامتهم. فبيقول لهم خلاص هطلع ادور عليه انا لوحدي، لكن ريك بيرفض وبيقول لهم احنا لازم نروح كلنا مع بعض. فبيقول ان هو عنده خطه وان هم لازم يتفرقوا علشان ما يجذبوش انتباه الزومبي، وبيقتنع ريك بالخطه فعلا وبيوافق عليها، وبيقول ان هو وديريل هيراقبوا المكان كويس ويأمنوا ظهره وهيستنوه على اخر الشارع. لكن فجاه بيظهر قدام ديريل شاب غريب ولسه هيضرب عليه، بيصرخ وبيقول ان هو بشري زيه. وفي الوقت ده بيقدر جيلين يلاقي شنطه مليانه اسلحه ولسه هيهرب بيها. بيبدا الشاب يعمل فوضى وبيصرخ وبيلم الزومبي حواليه، وبيسمعوا افراد عصابته وبيجوا على صوته، وبيطلع ان ده كله كان فخ، وبيبداوا ان هم يضربوا في ديريل وبياخدوا كمان الشنطه وغيلين معاهم. فبيستغل ديريل الفرصه وبيقدر ان هو ياخد صاحبهم معاه، وبيساله كده عن مقر العصابه اللي اخدت غيلين فين، لكنه بيرفض يتكلم وبيفضل يتريق عليه. فبيقرر ان هو يخوفه وبيطلع له ايد اخوه كده وبيقول له انت لو ما اتكلمتش هخليك زيها، لكنه بيعاند اكتر. فبيقرر ريك ان هو يحل الموضوع بنفسه وبيتكلم معاه بالعقل وبيقول له بص دلوقتي كلهم في خطر وان هو مش عايز مشاكل وهيرجع له لاصدقائه، بس قصادها هناخد صاحبنا احنا كمان من غير اي اذيه. فبيصدقهم وبياخدهم للمقر، وبيوافق الزعيم ان هو يرجع لهم غيلين مقابل ان هو يحتفظ بشنطه الاسلحه، لكن ديريل بيرفض وبيرجع صاحبهم تاني معاه وبيقول لهم يعني حياه غيلين مش مستاهله ان هم يسيبوا الشنطه اصلا اللي محتاجينها. لكن ريك بيرفض وبيقول له انا مدين ليه بحياتي، وان لولا كان زماني ميت اصلا وانا هساعده باي طريقه. وبيجهز اسلحه كتير وبيروح علشان يواجه العصابه، وهناك لسه هيتخانقوا ويضربوا نار على بعض. بتظهر جده رئيس العصابه وبتقول له بتعمل ايه يا منيل، هو ده العشاء اللي قلت هتجيبه لي يعني؟ ده انا هخلي ليلتك طين. واول لما بتشوف ريك لابس لبس الشرطه بتقول له ما تسجنوش يا باشا بالله عليك، انا هربيه من اول وجديد. وبتقدر انها تفض الحوار، ولما بتعرف ان ريك بيدور على شاب اسيوي بتاخده لمكانه على طول، واللي بيطلع دار مسنين وبيلاقيه عايش احسن عيشه هناك. يا ريتني انا اللي اتخطفت عزيزي المشاهد. ولما بيخرجوا من الدار بيكتشفوا ان العربيه بتاعتهم اتسرقت، فبيقرروا ان هم ياخدوها مشي بقى. ولما بيوصلوا بتكون الدنيا ضلمت وبيتصدموا لما بيلاقوا الزومبي في كل مكان، وبيعرفوا ان اصدقائهم اتعرضوا لخطر لان هم اتاخروا. وبيجري ريك بسرعه وبيحاول ينقذهم وبيضرب نار على الزومبي وبينجح ان هو ينقذ اسرته، لكن للاسف بعد معظم اصدقائه بتكون الزومبي قدرت تخلص عليهم. ولما بيطلع النهار بيقرروا ان هم هيتخلصوا من الجثث عن طريق ان هم يحرقوها. فبتلاحظ صاحبتهم جاكي كده ان صاحبهم جيم بينزف، فبتساله لو اتعرض يعني العض، فبيحاول ان هو يتهرب منها وبيطلب منها ما تقولش لحد انها شافته مصاب. وطبعا ما بتسمعش الكلام وبتفضحه وبتقول له كل اللي حواليه ان هو هيتحول لزومبي. فبيتعصب وبيحاول ان هو يموتها، لكن ريك بيتفاهم معاه وبيهديه وبيحاول يكلمه بالعقل، وبيطلب منهم ان هم يدوا له فرصه لانه لسه ما تحولش، يمكن يكون في علاج. وبيقول لهم ان هو سمع عن مركز مكافحه الامراض موجود في منطقه قريبه، وبيطلب منهم ان هم يروحوا هناك يمكن يلاقوا حل يساعدوا بيه صاحبنا اللي هيتحول. لكن شين بيرفض الفكره وبيعرض عليهم ان هم يروحوا معاه للمنطقه الامنه اللي على بعد 100 كيلو. وهنا بيتقسموا نصين، كل واحد فيهم عايز يروح مع واحد، علشان كده بيقرروا ان هم يصوتوا وبيتفقوا الاغلب ان هم يروحوا مركز المكافحه مع ريك. فبيروح شين بسرعه على لوري وبيطلب منها تساعده في انه يقنع ريك ان هم يروحوا للمدينه، وبيقولوا ان هم لو راحوا المركز هيعرض حياتهم كلهم للخطر لانهم مش عارفين اذا كان في بشر هناك ولا لا. لكنها بتقول انها مش هتتدخل وانها شايفه ان جوزها صح، وبتنصحه يبطل يفكر بانانيه ولو لمره واحده، ولازم يهتم بقى لصديقه. ولما بيطلع النهار في اليوم التاني بيمشي وبيسيب ريك رساله كده لمرجان، وبيعرفوا في المكان اللي هيروحوه لعل وعسى يعني ان هو يشوفها ويروح لهم. وفجاه في الطريق بيتعب جيم كده وبيطلب منهم ان هم يكملوا الطريق من غيره، ولما بيرفض ريك بيترجاه وبيقول له من الاحسن ليكم كلكم، انا خلاص حاسس ان انا هتحول ومش هعرف اسيطر على نفسي. وفي نفس الوقت ده بيظهر معانا مكان مركز المكافحه، وبيكون هناك دكتور واحد بس هو اللي بيحاول يوصل للعلاج، عمال يعمل اختبارات كتير على عينات من جسم زومبي. لكن فجاه بيحصل حريق في المعمل بالغلط وبيتدمر المعمل كله بالاضافه للعينات، وبيفقد الامل الوحيد في انه يقدر يلاقي علاج، وبيستسلم ان هو خلاص هيموت. وبيقرر للاسف ان هو يموت نفسه، بس طبعا ابطالنا بيوصلوا في اليوم التاني وبيكون المكان كله مليان جثث كتير على الارض. فبيعرفوا ان الجيش قدر يقتل الزومبي اللي في المنطقه ديت. وفجاه بيسمع الدكتور اصوات، ولما بيفتح الكاميرا بيشوفهم. صحابنا بيحاولوا يترجوه كده علشان يفتح لهم لكنه ما بيهتمش. فبيتعصب شين كده وبيقول لريك ان كل ده بسببه، وان هم لو سمعوا كلامه كان زمانهم دلوقتي في مكان امن، وان هم هنا متعرضين لاي خطر في اي وقت يقوم الزومبي ويخلص عليهم. فبتحاول لوري كده انها تهدي ريك وبتطلب من شين يسكت، لكن ريك بيلاحظ كده ان الكاميرا اللي بتراقبهم اتحركت، وبيعرف ان في حد في المركز، وبيرجع يترجى ان هو يدخلهم تاني، وبيشفق الطبيب عليهم وبيفتح لهم البوابات اخيرا وبيدخلوا. وبنرجع احنا فلاش باك لليوم اللي دخل فيه ريك للمستشفى، ومن بعدها بدا ينتشر الفيروس. ولما حاول شين ان هو يخرجه معاه خاف عليه، علشان كده قرر يسيبه في المستشفى وقفل عليه الباب كويس، لكن فقد الامل فيه وهرب
هو من المستشفى وسابه هنا وحطوا قدامه سرير علشان ما حدش يقدر يدخل له. وبنرجع للواقع التاني بعد ما بيقدروا ان هم يدخلوا للمركز، واول لما بيشوفهم الدكتور بيقول لهم لو حد مصاب ولكنهم بينكروا، فبيسالهم عاوزين ايه يعني وايه اللي جابهم هنا، فبيطلبوا منه ان هم يسمحوا لهم يعني يفضلوا معاه هنا فتره، وبيوافق بشرط يعملوا تحاليل دم علشان يتاكد ان مفيش حد مصاب. بيوافق طبعا بطلنا وبيشكره وبيعرفوا عن نفسه وان اسمه ريك، فبيقول له ان اسمه الدكتور جينز. وبعد ما بيتاكد ان هم بخير بياخدهم معاه لقاعده المركز اللي بتكون الاوضه اللي عايش فيها، وبيعزمهم بقى على العشاء وبيكونوا فرحانين لان دي اول مره ياكلوا فيها اكل نضيف من فتره. لكن شين يسكت لا طبعا، بيحرج الدكتور وبيساله هو ليه لوحده ولو مخبي حاجه عنهم، فبيقول له ان الاغلب مشى وان محدش غيره في المكان. وفعلا يا عزيزي المشاهد بقى من بعدها بيبداوا ياخدوا راحتهم في المكان خالص وبينشروا هدومهم كمان وبيعيشوا حياتهم. في اليوم التاني بيجمعهم وبيوريهم كده فيديو عن اللي حصل في مخ الانسان اول لما بيتصاب بالعدوى، والكل مركز معاه ما عدا ديرل اللي بيكون شادد انتباهه الساعه اللي بتعد بالعكس، وبيستغرب وبيسال الدكتور عنها وليه بتعد تنازلي وايه اللي هيحصل اصلا لو وصلت للصفر. فبيقول له مفيش حضرتك، الطاقه اللي في المكان كلها تنفذ ووقتها يحصل تطهير. ريك بيستغرب كده وبيقول له يعني ايه تطهير اللي انت بتقول عليه ده؟ معلش خدنا على قد عقلي، اصل التطهير ده كل معلومات عنه للجراثيم يعني، وانت شايفنا قدامك جراثيم. وبعدها بيروح يدور على اي مكان يقدروا ان هم يخرجوا منه من المكان ده كله، لكنهم بيلاحظوا ان كل حاجه مقفوله. فجاه بيبدا يشتغل ضوء الطوارئ، ولما بيروح اوضه الوقود بيعرف ان هو خلص خلاص. فبيروح ريك لجينس وبيترجى ان هو يقول لهم على المكان اللي يخرجوا منه بسرعه، لكنه بيرفض. وفجاه بتتقفل كل الابواب وبيتبقى نص ساعه على الانفجار، وبيعرفوا ان دكتور جينس ناوي ينتحر ويضحي بيهم. ولكن ريك والمجموعه اللي معاه بيتعصبوا وبيقولوا له ان هم عاوزين يختاروا طريق موتهم، وبيحاولوا ان هم يكسروا الباب، لكنهم بيعرفوا من نوع من الحديد المتين وان هم مستحيل اصلا يقربوا منه. الكل بيبدا يتعصب من بروده وان هو مصمم يموتهم، وبيتخانقوا معاه وبيحاول شين كده ان هو يقتله، لكن ريك بيوقفه وبيرجع للمره الاخيره يتكلم معاه بهدوء ويحاول يقنعه ان هم لسه عندهم امل، وبيترجاه ان هو يفتح لهم الابواب. وفعلا بيقتنع بكلام ريك اخيرا وبيفتح لهم، لكن قبل ما ريك يهرب بيوقفوا دكتور جينس وبيقول له عن حاجه، وعلى طول وش ريك بيتغير اول لما بيسمعها، ولكن ما بيهتمش وبيروح معاهم على طول، وما بيلاقيش قدامهم حل غير ان هم يفجروا الازاز. وبيفتكر ريك ان هو كان جايب معاه قنبله وبيحدفها على الازاز فبينفجر، وبيقدروا ان هم يخرجوا من المركز وبيهربوا كلهم بسرعه في اخر لحظه قبل الانفجار. وبيروح بعدها ريك وبيحاول يتواصل مع مورجان تاني وبيسيب له رساله بيحذره فيها ان هو يروح اتلانتا، وبيعرفوا المكان اللي هينتقلوا فيه بعد كده، وده علشان لو فكر في يوم يحصله يعني ما يحصلوش حاجه وحشه، وبيطلب منه ان هو لو سمح هيروح لهم. وبعدها بيتوجهوا لمدينه فورت وبينقسموا المجموعات، كل مجموعه مع العربيه بتاعتها، لكن لسوء حظهم العربيه اللي فيها جيلين والمجموعه بتاعته بتتعطل في نص الطريق، وبيضطروا ان هم يدوروا على اي مكان يروحوا له. لكن قبل ما يتحركوا فجاه بيبدا الزومبي ان هم يهجموا عليهم، فبيجري ريك بسرعه يحذرهم وبيطلب منهم كلهم يستخبوا تحت العربيات ومحدش منهم يطلع اي صوت. لكن للاسف دوك بيتصاب وبيطلع دم وبيشموا الزومبي، وبيعرفوا على طول ان في بشر في المكان وبيتجهوا ناحيه الريحه، لكن ديريل بيقدر ان هو ينقذهم في اخر لحظه، وبعدها بيجيب جثه زومبي وبيغطي نفسه بيها علشان الريحه انها تختفي تاني، وبينجح ان هو يشتتهم. بيستغل ريك والمجموعه الفرصه وبيحاولوا ان هم يهربوا، لكن لسوء الحظ صوفيا بنت كارول بيطاردها زومبي فبتطلع تجري في الغابه، فريك بيروح وراها وبيحاول ان هو ينقذها وبيسيبها في البحيره على ما يقتل الزومبي ويرجع لها، لكن بيتصدم لما بيرجع ومش بيلاقيها. في الوقت ده بتبدا كارول انها تقلق على بنتها، وخصوصا الوقت اتاخر وريك وديريل لسه ما رجعوش من الغابه. فبتيجي اندريا وبتحاول انها تخفف عنها وبتقول لها ان اكيد هيلاقوها مش هيسيبوها في الوقت ده يعني، وبيوصل ريك وبيعتذر لها، وده لانه للاسف ما قدرش يلاقي بنتها، وبيوعدها ان هو يرجع يدور تاني اول لما النهار يطلع. بتعيط وبتترجى ان هو يلاقيها بسرعه، وفعلا اول لما النهار بيبدا يطلع كده على طول بيروح الكل يدوروا على صوفيا ما عدا ديل اللي بيحرس لهم المكان، ودوج علشان مصاب. في نفس الوقت ده لما بيوصلوا على الغابه بيشوفوا خيمه، ولما بيدوروا فيها مش بيلاقوها، وفجاه بيسمعوا صوت اجراس فبيجروا ناحيه الصوت، يمكن تكون وصلت للمكان ده قبلهم، لكنهم برضو مش بيلاقوها هناك، فبيتحركوا يدوروا في مكان تاني، وبيقرروا ان هم ينقسموا مجموعتين، وبيروح ريك وشين وكارول مع بعض. وفجاه بيشوف كارول غزاله وبيطلب من والده ان هو يخليه يصطادها، فبيوافق. واول لما كارول بيقرب منها فجاه في حد بيضربه بالنار، فبياخدوه وبيطلع يجري بيه بسرعه، وبيمسك شين الراجل اللي صوب عليه، فبيقول لهم ان هو غلطان لانه كان مفكره زومبي عادي، وبيقول لهم ان هو عارف دكتور اسمه هيرشل لازم يروحوا له بسرعه هيقدر ان هو يساعدهم. وبتشوفهم عيله الدكتور من بعيد وهم جايين جري، وبيسالوا ريك بيجري ليه ولو الطفل اتعرض للعض، لكن بينكر وبيقول لهم ان في شخص ضربه بالنار اسمه اوتس وهو اللي بعتنا هنا اصلا. فبياخدوا الدكتور على طول علشان يعمل له اللازم، وطبعا ريك مش قادر يتملك اعصابه وبيحاول شين يهديه، ولما بيروح علشان يطمن على ابنه بيعرفوا ان هم محتاجين دم ضروري، فبيديلهم عادي. وبيبدا الدكتور ان هو يطلع جزء من الرصاصه، ولما بيقول لهم ريك ان هو لازم يروح يجيب مراته علشان تطمن على ابنها، بس الدكتور بيعرفوا ان ابنه محتاج دم منه، وان هو لو مشى دلوقتي هيعرضه للخطر، فبيعرض عليه شين يفضل جنب ابنه يعني
ماي وهو هيروح يجيبها، لكن بينزل الدكتور وبيطلب منهم يتصرفوا ويجيبوا معدات واجهزه تنفس، هاتوا كل حاجه لازمه للعمليه ديت، وبيعرفهم ان هم هيلاقوا الحاجات ديت في اوضه التمريض في مدرسه الثانويه القريبه منهم. فبيقرر شين واوتس ان هم يروحوا، وفي نفس الوقت بتقرر ماجي بنت الدكتور انها تروح تدور على لوري وتجيب باقي الناس اللي في الغابه، ونروح بينا لوري واصحابها وهم ماشيين، لكن فجاه بيهجم زومبي على اندريا، وقبل ما يموتها بتظهر ماجي في اخر لحظه بتقدر انها تنقذها، وبتسالهم من لوري، وطبعا بترد عليها وبتعرفها بقى ان جوزها عايزها لان ابنها تعرض لحادث. بتسمع هي الكلام من هنا وبتتصدم، بتطلب منها تروح معاها وبتاخدها ماجي كده، لكن قبل ما يتحركوا للمزرعه بتعرف بقى التيم العنوان، وده علشان يحصلوهم لانهم هيسبقوهم. فبيتحركوا بسرعه وبيروح لديريل وبيحكوا له كل اللي حصل. نروح للوري اللي بتوصل وبتشوف حاله ابنها، بتتصدم، لكن اللي بيصدمها اكتر لما بتعرف ان الدكتور اللي هيعمل العمليه النهارده اصلا دكتور بيطري. فبتقرر تستسلم للامر الواقع، يا اما ابنها هيموت يا اما هو اللي هينقذه. في نفس الوقت ده بيوصل شين واوتس على المستشفى، وبيتصدموا لما بيلاقوا قدامهم زومبي كتير، وبيبداوا يفكروا في خطه يهربوا بيها منهم، وبيدخلوا المستشفى. في نفس الوقت ده بترفض كارول انها تروح معاهم وتسيب صوفيا، وبتخاف انها ترجع وما تلاقيهمش وحاجه تاذيها. نرجع للوري اللي بتعيط ونفسها ان شين يجي بسرعه بالادويه، ومنهاره وخايفه لابنها يموت، لكن ريك بيهديها وبيقول ان شين مستحيل يتخلى عنهم ويسمح لابنهم ان هو يموت، وانا واثق فيه، احنا مش اصحاب، ده احنا اخوات. في نفس الوقت ده في المدرسه بيقدر شين واوتس ان هم يلاقوا الاجهزه اللي محتاجينها، بيلموها كلها، لكن لما بيجي يخرجوا فجاه بدون مقدمات بيهجم زومبي عليهم. فبيقرر شين ان هو يضحي باوتس، وطبعا بيرموه لهم علشان ينشغلوا بيه، وبيهرب هو بالمعدات. في نفس الوقت ده بيفوق كارل وبيكون تعبان جدا وهيموت، وبيضطر الدكتور انه يعمل له العمليه من غير مخدر مره تانية، وبيطلب منهم ان هم يدعوا له لانه مش متاكد من نجاته. وهنا ريك بيفقد الامل خلاص، ولوري هي كمان بتقعد منهاره، لكن فجاه بيظهر شين في اخر لحظه ومعاه الاجهزه، ولما بيسالوه عن اوتس بيعرفهم للاسف ان هو قرر يضحي بنفسه، وطبعا ده بيكون كذب لان هو اللي قتله. وهنا الحي ابقى من الميت، والدكتور بيبدا يعمل العمليه وبيطمنهم وبيقول لهم ان حالته بقت مستقره وان احتمال يفوق بعد كام ساعه. فبيفرح ريك وبيشكره كده، وفي نفس الوقت بيروح شين يستحمى وبيفضل يحس بالذنب لانه السبب في موت اوتس، وبيقرر يحلق شعره كنوع من انواع جلد الذات. ولما بيطلع النهار بيوصل على المزرعه باقي المجموعه بيسالوه عن اللي حصل، فبيقول لهم ريك بقى ان للاسف ابنه تعرض لحادثه لكن دلوقتي بقى بخير. والكل بيبدا يتجمع في اليوم التاني وبيعملوا جنازه لاوتس، وبيفضل شين طول الوقت متوتر، وخصوصا لما بيطلبوا منه يتكلم عن اوتس وطريقه موته وازاي ضحى بنفسه. بيقول لهم ازاي كان شجاع وقرر يتحمل الذنب لانه كان سبب اصابه الطفل، ووقتها الزومبي كان محاصرنا من كل مكان، واوتس صمم يكون هو الطعم ليهم وضحى بنفسه علشان يقدر شين يوصل الاجهزه وينقذ الطفل. وطبعا بيصدقوه وبيتاثروا بكلامه. ولما بيعرف الدكتور ان صوفيا مختفيه بقالها 3 ايام بيقرر يديلهم خريطه بالمنطقه كلها علشان يقدروا يدوروا عليها كويس. وفي نفس الوقت بتبدا لوري تحس بالتعب كده، ولما بتعرف ان غيلن رايح للصيدليه بتديله ورقه مكتوب فيها دواء معين، بتطلب منه يجيبه لها من غير ما يعرف حد، وبيروح مع ماجي بالحصان. واول لما بيوصلوا على الصيدليه على طول بيروح يدور على الدواء، وبيكتشف ان هو اختبار حمل وشكل فيه قصه تانية. واول لما بيرجعوا على المزرعه بتجري لوري عليهم وبتاخده منه كده، ولما بتروح تعمله بتبقى هنا الصدمه لما بتتاكد ان شكلها حامل، بس الصدمه هي حامل من مين. ونرجع لديريل اللي بيروح يدور على صوفيا، وقتها بيتكعبل وبيقع من على الحصان في النهر وبيدخل السهم اللي معاه في جنبه للاسف. في نفس الوقت ده بيروح غيلن للوري وبيسالها لو طلعت حامل، فبتطلب منه ما يقولش لحد وخصوصا ريك، وشكل الطفل ده مش ابنه. بنرجع بقى تاني لديريل اللي بيبدا يهلوس ويتخيل اخوه ميريل وان هو بيتكلم معاه، وبيبدا ميريل ان هو يتخانق معاه ويهزقه لانه بيعرض نفسه للخطر علشان طفله، لكنه بيفوق في اخر لحظه قبل ما الزومبي يقرب منه، وبيطلع السهم من جنبه وبيقوم بسرعه يقتله، وبيتجه ناحيه المزرعه. وفي الوقت ده بتكون اندريا بتراقب الغابه، وفجاه بتشوف حاجه جايه في اتجاههم وبتفتكره زومبي، فبتصرخ علشان تنبه الكل وبتنادى عليهم علشان يجوا يخلصوا منه. وبيروح ريك وشين يقتلوه، وبتجهز اندريا علشان تضربه بالقناصه، لكنهم اول لما بيوصلوا بتصدم ان هو ديريل اصلا بعد ما داست الدنيا على وشه. فبيوقفوها بسرعه وبيمنعوها انها تضرب اي نار، لكنها بتفهم بالعكس تقريبا وبتتغابى برضه وبتضربه، لكن من حسن الحظ ان الطلقه بتخدشه بس. فبياخدوه بسرعه على الدكتور علشان يعالجه، وعلى طول بتروح كارول علشان تطمن عليه وبتشكره لانه ساعد بنتها لدرجه ان هو كان هيأذي نفسه وان هو كان ممكن يضيع حياته، وبتقول له انت اكتر راجل شهم قابلته في الدنيا ديت. في نفس الوقت ده بيبعت غيلن كده الرساله لماجي يعني علشان يتقابلوا في السر، فبتفرح وبتروح على هناك، لكن لما بتفتح الرساله وبتعرف ان هو يستناه في الحظيره بتتصدم وبتروح بسرعه تمنعه، وشكل في حاجه في الحظيره ما ينفعش يشوفها، لكنها بتتاخر لان غيلن بيدخلها وبيشوف اللي فيها وانها مليانه زومبي، وبتصدم من المنظر وبترعب وبيطلع يجري يحذر الباقي، لكن ماجي بتوصل في اخر لحظه قبل ما يحكي لاي حد وبتمنعه. وفي اليوم التاني بتاخد
بتاخد ماجي صندوق فاكهه وبتروح وبتطلب منه ما يجيبش سيره لحد، فبيسالها ليه مخبيين زومبي في الحظيره، بتطلب منه يثق فيها وما يعرفش حد ولما يجي الوقت المناسب هتقول له. فبيقول لها والله صدقيني انا ما بعرفش اكدب على فكره، بيبان على وشي. بتقول له خليك بس قافل بقك وكل حاجه هتكون بخير. في نفس الوقت لما بيشوف غيلين كده لوري عماله بتتعب نفسها وبتشتغل، بيقول لها انت حامل المفروض ترتاحي، وبتديلها من الفاكهه اللي جابتها له ماجي، لكنها بتشكره وبتقول له خليك في حالك يا حبيبي، انا عارفه مصلحتي ويا ريت ما تجيبش سيره الحمل ده تاني علشان محدش يعرف. ولما بيلاحظ ان هو متوتر فبيساله عن اللي مضايقه، فبيقول له بص بقى يا عم الحاج انت اكبر واحد فينا، انت البركه بتاعتنا بصراحه كده، الحظيره بتاعتهم مليانه زومبي على فكره، وهي قالت لي ما اكدبش بس انا مش قادر، وبالمناسبه كمان لوري حامل يعني بس ما تجيبش سيره لحد. بيقول له بس كده يا عيني يا نهار انت امر بس سرك في بير. وعلى طول بيروح للدكتور وبيقول له ان هو كان معدي من جنب الحظيره، وقتها سمعت جوه صوت غريب وبيقول له مش هسالك محتفظ بيهم ليه، لكن عاوز اعرفك ان هم ممكن في اي وقت يهاجمونا ويقتلونا وان هم خطيرين. وبيبدا الدكتور يتناقش معاه كده وبيقول ان هم مرضى، ان هم ممكن يجي يوم من الايام ياخدوا مصل ويتعالجوا، وانا اصلا عايش على الامل ده. ولما بيحاول يبصر له فكره ان هم اصلا ميتين بيرفض يفهمها، بيقول له ان ابنه وزوجته الاتنين اتحولوا وان هم مستحيل يتخلى عنهم. فبيشفق عليه وبيرد عليه انه يحكي الريك الحقيقه علشان يقدر يامن الحظيره كويس ويحميهم، لكن الدكتور بيتعصب عليه، بيقول له عارف كويس بيعمل ايه وهيقدر يحمي نفسه ازاي، وبيطلب منه يحتفظ بالموضوع ده سر لو عاوز يفضل عايش في المزرعه. ولما بتروح لوري تتكلم معاه وتشكره لانه استضافهم في بيته، بيلمح لها يعني ان الوقت انتهى وعايزه الصراحه كده تمشي يعني، ويا ريت تاخدي كل الناس اللي معاكي ويا بخت من زار وخفف. وبتروح لريك وبتحكي له ان الدكتور عايزهم يمشوا، فبيقول ان هو عارف وبيطلب منها ما تقولش لحد على ما مهد لهم الموضوع. في نفس الوقت ده بيروح يتكلم معاها وبيسالها ليه ما عرفتش ريك انها حامل، فبتقول له انها خايفه تعرفه ويفتكر ان اللي في بطنها ده من شين، وقتها هتحصل ما بينهم مشاكل، وده لانها مظلومه وانخدعت لان شين قال لها ان جوزها مات. فبيسالها عن الحقيقه واللي في بطنها ابن مين، بتعرفه ان هو ابن ريك. بيقول لها لازم تقولي الحقيقه قبل فوات الاوان، وان هو لو عرف من غيرك اكيد هيتألم اكتر. بتقول له انها هتفكر، وبعدها بتروح لغيرين وبتطلب منه يروح يجيب لها حاجه من الصيدليه، وبيروح مع ماجي اللي بتكون متضايقه منه لانه حكى لديريل وابوها عرف بالموضوع وان هو خان ثقتها وبيحاول يراضيها. بس فجاه بيظهر زومبي وبيكون هيقضي على ماجي، لكن بيقدر ان هو ينقذها في اخر لحظه. ولما بيرجعوا بالدواء المزرعه بتتعصب ماجي على لوري وبترمي لها الدواء في وشها لان بسببها كانت هتموت. وبيروح غيلين كده يعتذر لها من اسلوب ماجي وبيحكي لها عن الزومبي اللي هجم عليهم، لكنها بتقول له انها متفهمه وبتعتذر لهم. فبينصحه بيقولها انت زي اختي الصراحه، علشان كده انا لازم اقول لك النصيحه ديت، انت لازم تاخدي براي ريك الاول قبل ما تتصرفي بتهور. وبتقول له تهور ليه بس ايه اللي حصل؟ فبيقول لها ماجي اتعرفت على الدواء اللي انت جايباه، الدواء اللي عايزه تتخلصي من الطفل بسببه، وبيسيبها وبيمشي. فبتروح تفكر في مكان هادي هتعمل ايه وهتعترف ازاي، لكن الوقت بيتاخر على انها تعترف لريك بالحقيقه، وده لانه لما بيدخل الخيمه بيشوف الادويه فاضيه وبيعرف انها اخدتها كلها وانها كانت حامل. وعلى طول بيروح لها وبيسالها لو عاوزه تحكي له عن حاجه، فبتعترف له بصراحه انها حامل، وهنا بيتاكد من شكوكه وبيقول لها طب انت عايزه تعملي ايه؟ بتتعصب عليه وبتقول له انها مش عندها استعداد تنجب اي طفل في العالم اللي هم فيه، ان هم حتى مش قادرين يحموا الطفل الاولاني علشان يجيبوا اخ تاني ويتعذب معاهم. وبتنهار وبتقول له اوعى تكون فاكر ان دي الكبيره، لا الكبيره بقى انا هديها لك فعلا، انا وشين كنا على علاقه مع بعض واتجوزنا، لكنه مش بيقدر يلومها، وده لانه كان في غيبوبه وكانت فاكراه ميت اصلا وبيواسيها على الحاله اللي وصلت لها بسببه. وبيقول لها ان هو مش متضايق منها خالص ومسامحها، وطالما الطفل اللي في بطنك يبقى ابني وانت اعترفت بكده فانا خلاص ما يهمنيش اي حاجه. ولما بيروحوا يتغدوا وفجاه وبلا مقدمات بيقوم غيلين وبيقول لهم ان في زومبي كتير في الحظيره وان الدكتور مخبيهم. طب ايه اللي حصل يا ترى؟ ليه اصلا الكل بيتصدم؟ وبيروح شين كده يتاكد بنفسه وبيقرر ان هو يقتلهم، لكن ريك بيوقفه وبيقول له ان دي مش ارضهم وان هم ما يقدروش يتصرفوا اي تصرف متهور والا الدكتور هيرميهم في الشارع. فبيقترح عليه كده ان هم يمشوا من المكان قبل ما تحصل مصيبه، لكن كارول بترفض تمشي قبل ما تلاقي بنتها وبيبدا الكل يتخانق. فبيحاول ريك يهديهم وبيقول لهم ان هو هيتكلم مع الدكتور ويحاول يقنعه ان هو يخلص منهم، لكن ديريل بيقول لهم ان هو اتكلم مع الدكتور قبل كده وان هو شاف ان هم مرضى ولازم يتعالجوا ومش راضي يصدق ان هم خلاص ماتوا. ولما بيروح ريك وبيحاول يتكلم مع الدكتور بيرفض ان هو يسمعه وبيقول له ان قدامهم مهله اسبوع وبعدها ياخد اسرته واصدقائه ويمشوا وان ده قراره النهائي. وبعدها شين بيتعصب خالص وبيرجع يعرض عليه تاني ان هم يمشوا، لكن ريك بيتعصب وبيقول له ان لوري حامل وانه مستحيل يمشي من هنا، انا مستحيل اعرضها هي وطفلهم للخطر. بتصدم شين من الخبر. في نفس الوقت ده بتروح ماجي تتكلم مع ابوها، وده بعد ما عرفت ان هو عاوز يتخلى عنهم خلاص ويرموهم في الشارع، وبتقول له انها ما توقعتش منه كده وان هو طول عمره كان بيوصيهم دايما يساعدوا غيرهم، لكن دلوقتي خاب املهم فيه. وبتحكي له ازاي امبارح كانت تتعرض للموت لولا جيلين ساعدها. نروح بينا لشين اللي بيوصل للوري وبيسالها اللي في بطنها ده ابن مين، ولما بتقول ان هو طفل
الطفل ريك بيتعصب وبينكر، بيقول لها ان ده ابن انا عارف ان انت كدابه. فبتقول له بص بقى من الاخر، حتى لو ده ابنك انت فبرضه هيكون ابن ريك في نظري، وهربيه معاه وعلاقتنا انتهت من زمان، ويا ريت بقى ما تخربش بيتي وتتدخل في حياتي اكتر من كده، سيبني اعيش في سلام. بيتعصب شين من كلامها وبيسيبها وبيمشي. في نفس الوقت ده بيطلب الدكتور من ريك ان هو يساعده في حاجه، وفي المقابل ده يسمح له هو وعيلته ان هم يفضلوا في المزرعه، وبيوافق على طول. فبياخدوا المكان فيه 2 زومبي كانوا اصدقائه، وبيطلب منه يساعده يرجعهم للحظيره. ونروح بقى لشين اللي بيقرر ان هو يستغل الفرصه وان ريك مش موجود، وقتها يقدر يخلص من الزومبي اللي موجود في الحظيره. ولما بيدور على شنطه الاسلحه بتاعته مش بيلاقيها، وبيعرف انها مع ديريل، فبيروح له وبيطلب منه يرجعها تاني. وبيحاول ديريل يمنعه ينفذ اللي في دماغه، وبيقول ان هو واثق في ريك وان اكيد هيلاقي حل. لكن شين بيكون مصمم، فبيزهق من عناده وبيديها له وبيقول له انت حر. فبياخدها وبيمشي على طول، وبيروح لباقي المجموعه بيقلبهم ضد الدكتور، وبيطلب منهم المساعده علشان يقدروا ان هم يتخلصوا من الحظيره باللي فيها. وفجاه بيوصل ريك مع الدكتور والزومبي، ويتعصب شين كده من المنظر، وبيحاول ان هو يعلقهم، وبيعرفهم ان اللي معاهم ده سلاح فتاك لازم يخلصوا منه. ولما بيرفضوا ان هم يسمعوا كلامه بيطلع المسدس وبيقتلهم بكل برود. لا ومش بس كده كمان، ده بيكسر باب الحظيره وبيطلع الزومبي، فبيقتلهم كلهم واحد ورا التاني، وبيقضي عليهم كلهم لحد لما بيخرج اخر زومبي، وبتكون صوفيا البنت اللي بيدوروا عليها. واول لما بيشوفوها كلهم بيتصدموا، بيتجمدوا في مكانهم، وقبل ما تقرب منهم بيقتلها ريك. بيتعصب شين وبيتخانق مع الدكتور لان صوفيا طول الفتره اللي فاتت ديت كانت في الحظيره، كان سايبهم يدوروا عليها طول الفتره اللي فاتت ويعرض حياتهم للخطر. فبيتخانق الدكتور معاه وبيطلب منه ان هو يمشي هو واصدقائه. ولما بيروحوا يدفنوا الجثث وبيرجعوا بيلاحظوا ان الدكتور اختفى، وبيعرفوا من بنته ان هو لما بيتضايق بيروح يقعد في حانه قريبه منهم، وبتنصحهم يدوروا عليه هناك يمكن يلاقوه. فبيروح ريك وبياخد غيلين معاه. ولما بتعرف لوري بتحاول انها توقفهم، وبتقول لهم ان هو كده بيعرض حياته للخطر وحياتهم كمان معاه، وده لانهم منهمش حد غيره. وبتفكروا ان ابنهم دلوقتي بيكبر ومحتاج اب يكون جنبه، لكنه بيرفض يسمع الكلام، وبيعرف ان هو مش هيغير رايه وهيروح يدور على الدكتور ويرجعه تاني، ان هو مديون ليه بحياته علشان قدر يقف معانا ويساعدنا طول الفتره اللي فاتت. وجد دور اخيرا علشان نرد له الجميل. فبتضايق منه وبتروح تشتكي اللي بيخوفها، وبيقول له ان هو شاكك ان شين هو اللي قتل اوتيوس اصلا، وان اوتيوس ما كانش مضحي بحياته زي ما شين مفكرنا كلنا هبل كده وصدقناه. حتى النهارده انا كنت حاسس ان هو متعمد، يعني ان هو يفتح الحظيره علشان يتخلص من الدكتور كمان بالمره. وقتها يقدر يستقر في المكان ويحس ان هو بتاعه. وانا حاسس ان الدور الجاي هيكون على ريك وان هو يتخلص منه، وهنا بتبدا تقلق اكتر عليه. وفي نفس الوقت ده بيوصل ريك على الحانه وبيلاقي الدكتور فعلا هناك، وبيطلب منه ان هو يرجع معاه للبيت، وبيقول له ان بنته تعبانه وانها دخلت في حاله صدمه ولازم يكون جنبها دلوقتي لانها محتاجه له. لكنه بيرفض يروح معاهم، وبيقول له ان ده الافضل ليه هو وبناته. بيتعصب ريك وبيقول له انا وعدت بنتك ماجي ان انا هرجع مع ابوها. فبيقول له عادي ما تكسر وعدك المره دي كمان، ما انت متعود على كده، عمرك ما وفيت ودايما كسرت الوعد لما قلت هتحمل حظيره ومحدش هيقرب منها. وبيزعل ريك لانه وصله للحاله ديت هو واصحابه، وان هو لولا ان هو ساعدهم كان زمانه عايش في سلام هو وبناته. فبيعتذر له ريك وبيحاول يكلمه بالعقل لحد لما يقدر يقنعه اخيرا ان هو يرجع للبيت. لكن فجاه بيدخل عليهم 2، وواحد اسمه توني والتاني اسمه ديف، وبيعرضوا على ريك ان هم يكونوا اصدقاء. وبيسال ديف كده عن المكان اللي هم قاعدين فيه، وبيبان ان هم مش ناويين على خير وناويين ينهبوا البيت اللي هم عايشين فيه ويقعدوا هم في المكان الامن ده. فبيحاول ريك ان هو يتهرب منه، وبيقول له احنا ما عندناش مكان، احنا عمالين نتحرك على طول من مكان لمكان تاني. فبيقول له مفيش مشكله، خدنا انا ومعاك انا وصاحبي برضه. وبيرفض ريك وبيقول له ان هو يدوب العربيات على قدهم. بيتعصب ديف ولسه هيقلب اصله وبيطلع سلاحه، فبيسبقوا ريك وبيكون مخلص عليهم ولسه يمشوا من الحانه. فجاه بيظهر باقي العصابه وبيسالوه عن مكان اصحابهم، ولما بيعرفوا ريك ان هو قتلهم بيبداوا يضربوا نار عليه. نروح بقى لشين لما بيتجمع هو واصدقائه علشان يتعشوا، ولما بيسالهم عن لوري بيلاقوها خرجت من الصوب، وبيعرفوا انها لسه ما رجعتش لحد دلوقتي، وبيعرف انها كانت رايحه تدور على ريك. فبيتعصب بيقلق عليها خالص وبيروح بسرعه يدور هو كمان. وفي نفس الوقت ده بيجي ريك فكرا وبيطلب من غيلن بسرعه يخرج يجيب لهم عربيه وهو هيأمن له ظهره. وفجاه بيقع من على السور وولد صغير، وبيقرر الدكتور ياخده معاهم كرهينه، لكن بتكون حالته خطيره ورجله اتكسرت، وبيفضل يصرخ بصوت عالي وبيلم الزومبي. في نفس الوقت ده بيقدر شين ان هو يلاقي لوري، ولما بيقنعها ترجع معاه بتقول له انها مش هترجع وانها تفضل تدور لحد ما تلاقي ريك جوزها. فبيكذب عليها وبيقول له ان هو في البيت اصلا، وبتصدقه وبتروح معاه. ولما بتوصل بتكتشف ان هو بيضحك عليها، بتتعصب عليه لكنه بيروح وراها، بيقول له ان هو كان خايف على اللي في بطنها وان هو بعد كده هتشكره لانه انقذها. بتستغل الفرصه وبتساله عن اللي حصل مع اوتيوس ولو هو فعلا قتله ولا لا. بيصدمها ان هو عمل كده علشان كان بيحبها وخايف عليها هي وابنها، وان هو مستعد يضحي باي حاجه في الدنيا علشانهم. بتقول له انا قلت لك 1000 مره تنساني، وانا دلوقتي مع ريك خلاص، يعني مستحيل ارجع لك. عموما انا حكيت له كل حاجه ما بيننا، وان انا كنت مرتبطه بيك وقت لما
كنت فاكراه ميت. بيتصدم شين وبيفضل يتلعب في دماغها وبيشككها في نفسها وبيقول لها انها وقعت في حبه زي ما هو وقع في حبها، وانها لو قعدت تفكر مع نفسها تكتشف وهتلاحظ ان اسعد لحظات حياتك كانت معايا انا بعد ما اكتشفت ان ريك مات وخلصت منه، وخصوصا ان هو قبل الحادثه كان مهمل فيكي، عمره ما كان بيعبرك وطول الوقت كان بيخرج مهمات خطيره وبيعرض نفسه للخطر. بتسكت وما بتقدرش ترد عليه، وده لان كلامه صح. في اليوم التاني بيوصل ريك والدكتور وغيلين وبيكون معاهم الشاب اللي واخدينه رهينه واللي بيكون اسمه راندول، وبيحكي لهم ريك بقى عن الخناقه اللي حصلت ما بينه وبين عصابه راندول وان هم اخدوا معاهم كرهينه، وده علشان محدش يقرب منهم يعني. فبيتعصب شين وبيقول له لا برافو عليك، فعلا شكلهم مش هيدوروا عليه، انت غبي يا ابني ولا ايه؟ الدكتور هنا بيتخانق منه بيقول له انا عايز اعرفك حاجه، المزرعه دي بتاعتي، انا حر اعمل اللي انا عاوزه واجيب مين وامشي مين، ويا بخت منظار وخفف فهمني ولا اقول لك امشي بالذوق. ولما بيروح ريك علشان يرتاح بتبدا لوري الحربايه تلعب في دماغه، كل ده علشان قررت انها تتخلص من شين وتوقعهم في بعض، وبتقول له ان شين فاكر الطفل ده يبقى ابنه وشكله مش ناوي يسكت وبيحاول يقرب منا اكتر من مره، وانا حاسه بقى ان هو بقى خطير علينا. وفعلا ريك الغبي بيبلع الطعم وبيحقد على شين من هنا. ولما بيروح ريك هو وشين علشان يتخلصوا من راندول يعني ويرموه بعيد عن المزرعه، بيقفوا فجاه في نص الطريق، فبيستغرب شين وبيساله ليه جابنا هنا يعني. بيعرف ان هو عاوز يتكلم معاه في حاجه مهمه الاول، وبيقول له بصراحه انا عارف كل اللي حصل في المدرسه وانك اللي ضحيت باوتيوس. وبيساله انت عملت كده ليه؟ فبيقول ان هو كان عاوز ينقذ كارول باي ثمن وما فكرش في اي حاجه وقتها. فريك بيقول له انت مش شايفني راجل واقدر احمي عيلتي يعني من الاخر كده ولا ايه؟ على فكره انا اعرف احميهم كويس قوي، واوعى تكون فاكر اني ساكت طول الفتره ديت على جوازك من لوري، ده انا كل يوم بحلم اقطعك بسناني، لكن اصيل وعامل حساب العيش والملح اللي بينا، علشان كده لو هتعيش تعيش بالكلام والاوامر اللي تتقال، ولو عاجبك الكلام ده يا ابن الناس ومستعد تتعايش معاه اهلا وسهلا، مش عاجبك كل واحد مننا هيروح في طريق دلوقتي. بيستعطفوا وبيقولوا ان هو مش هينفع يمشي لانه بيحب لوري وابنه، ولولاهم كان زمانه موت نفسه من زمان، وان هم يعتبر عيلته الوحيده وما لهمش غيرهم في الدنيا. بتاثر ريك وبيصدقه وبياخد راندول علشان يرميه، فترجاهم يسيبوه وما يتخلوش عنه، بيقولهم ان هو عيل اهبل اصلا ومش هيعمل اي حاجه ولا هيعرف العصابه مكانهم. على فكره انا كنت زميل ماجي اصلا في المدرسه وكنت عارف مكان بيتها من زمان، وبس انا اللي ما كنتش معرف العصابه. بس شين هنا بيبدا يلعب في دماغ ريك وبيقول ان هو خطر عليهم وان هو في اي وقت ممكن يفك نفسه ويروح للعصابه، وان هو ما ينفعش يثق في اي حد، وبيقرر ان هو يقتله، لكن ريك بيوقفه في اخر لحظه وبيفكر هيعمل ايه. فبيفضل شين يضغط عليه وبيقول له انت كده بتعرض عيلتك للخطر، وبيفكروا ان لوري حامل ولو خرجوا من المزرعه هتعاني. فبيتعصب ريك من كلامه وبيقول له انا قلت لك مليون مره خليك في نفسك، انا هعرف احميهم كويس. لكن شين بيغيظ وبيقول له ان هو مش هيقدر يعمل لهم حاجه، وان هو كل مره بيتحط في موقف زي ده ما بيفكرش غير في نفسه ودايما بيخليهم في اخر اختياراته، وبيبداوا يتخانقوا مع بعض. فبيستغل شين الفرصه وبيحدف المفتاح الحديد على ريك علشان يخلص منه، لكنه بيتفاداه وبيفهم دلوقتي فعلا ان لوري كان معاه حق وان شين بيكرهه وان هو كان عايز يقتله ويخلص منه. وعلى الصوت فجاه بيبدا الزومبي ينتشر في كل مكان، وبيحاول شين ان هو يتخبى كده في اتوبيس علشان يحمي نفسه، لكنهم بيتلموا حواليه وبيلاقي نفسه محاصر وبيتمنى ان ريك يساعده، لكن للاسف بيلاقيه فجاه مشى في اتجاه تاني بعيد عنه مع راندول. فبيفقد الامل خلاص وبيفتكر ان هو هيموت لحد لما بيظهر ريك بعربيه مع راندول وبينقذه وبياخده معاه، بالرغم ان هو كان لسه هيموته من شويه وهو السبب في اللي حصل لهم ده كله وهجوم الزومبي. لكن برضه ريك قلبه مش بيطوعه، ما قدرش ينسى صداقتهم وانقذه. بيستغل ريك الفرصه وبيقول له اللي في البيت ده اسرتي، وانت من النهارده ممنوع تتدخل في اي حاجه تخصهم، وانت لو عاوز تفضل معانا لازم تسمع الكلام. وبيمشي وراه وبيثق فيه. ولما بيرجعوا للمزرعه بياخد ديرل كده راندول للحظيره وبيحاول يستفسر منه عن العصابه بتاعته، عددهم كام والاسلحه اللي معاهم ايه. ولما بيخلص اسئله معاه بيروح وبيعرف الشله كلها المعلومات اللي عرفها، وان عددهم 30 راجل ومعاهم معدات كتير واسلحه، ومن الاخر شكلهم مش ناويين على خير وعاوزين ياخدوا المزرعه لحسابهم. فبيتغاظ ريك من الكلام اللي سمعه وبيقول ان هو خلاص فعلا بقى خطر علينا وبيقرر يخلص منه، لكن ده يروح وراه وبيقنعه يغير رايه وبيقول له ان ده مش اسلوبك وانا عارف انك كويس مش زي شين اللي كان مستعد يقتل اي حد علشان مصلحته، ده انا متعود منك دايما ان انت تستخدم عقلك وبتفكر بطريقه حكيمه، ما تخلينيش اغير رايي فيك بقى، انت مش واخد بالك ان هو لسه عيل صغير ما يعرفش حاجه في الدنيا يا اخي، اعتبره ابنك. ولما بيلاحظ ان ريك مش عاوز يغير رايه بيترجاه يرجع يفكر تاني او على الاقل يعمل تصويت، وبيتجمعوا كلهم بالليل علشان يشوفوا اذا كانوا هيقتلوه ولا لا. وللاسف كلهم بيتفقوا مع ريك الا ده اللي بيكون ضد ان هم يقتلوا شخص بريء، وبيحاول ان هو يترجاهم تاني ان هو يديله فرصه وبيعرفهم ان هو هيكون مسؤول عنه حتى ومش هيسمح له يخرج من الحظيره مهما حصل، لكن محدش بيوافق وكلهم بيكونوا خايفين على نفسهم. بيتعصب بقى هو منهم وبيسيب لهم البيت وبيمشي. في نفس الوقت ده بيروح ريك ياخد راندول لان هم خلاص قرروا يخلصوا منه، ولكن فجاه بيدخل ابن كارل عليه وبيشوفه، فبيتصدم ريك وبيستوعب المصيبه اللي كان هيعملها قدام ابنه، ان هو كان هيحوله لوحش صغير
صغير، وبيرجع في قراره تاني وبيطلب منهم انهم ياخدوا راندول على الحظيره تاني لحد لما يفكر هيعمل معاه ايه. وفي نفس الوقت بيخرج ديل للغابه، وقتها بيهجم عليه زومبي فبيبدا يصرخ علشان حد ينقذه، لكن على ما بيوصلوا بيكون مات للاسف. الكل بيزعل عليه وبيروحوا يدفنوه، بيقرروا ان هم هيتمسكوا ويحافظوا على الباقي منهم. وبيجي فصل الشتاء وبيقرر الدكتور ان هو يخليهم خلاص يدخلوا معاه البيت ويحضروا اكل كتير علشان ما يضطروش يطلعوا بره طول فصل الشتاء. لكن بيفضل شين طول الوقت متضايق وحاسس بالذنب وان هو السبب في موت ديل. لكن كارول بيروح يقول له انه مش هو السبب في موته، وان هو شاف الزومبي ده قبل كده وما قدرش يعمل حاجه وخاف، وللاسف سبته عايش، وبسبب كده للاسف ديل مات. وبيحاول شين ان هو يعقله وبيقول له انت لسه طفل صغير ومش فاهم اي حاجه، وان المفروض اصلا ما يستخدمش الاسلحه ديت. فبيتعصب بيمشي وبيسيبه وبيقول له ان انا معت الصغير في الزمن اللي احنا فيه. فبيروح لريك وبيحكي له عن اللي كارول شافه، وبينصحه يروح يتكلم مع ابنه وبيحاول يهديه كده لانه حاسس بالذنب كبير وان هو السبب في موت ديل اصلا. فبيقول له ان هو مش فاضي دلوقتي وان هو بيفكر في موضوع راندول وهيعمل ايه فيه. فبيقول له انت دايما كده عمرك ما تتغير، عموما ابنك محتاجه، اعمل بقى اللي انت عاوزه. فبيحس ريك بالذنب وان هو مقصر في حق ابنه وعيلته فعلا، علشان كده بيروح يتكلم معاه. بيقول له ان هو ملوش ذنب في موت ديل، وبيديله مسدس وبيقول له من النهارده عاوزك تكون راجل بجد، راجل وتعتمد على نفسك لانه مش ضامن يموت في اي لحظه. في نفس الوقت بيكون شين واخد راندول للغابه، ووقتها دوج بيروح يطمن على راندول فبيقول ان هو مش لاقيه، وبيعرف ان شين خطفه. ونروح بقى لشين اللي بيطلب من راندول ياخده للمجموعه بتاعته. فبيستغرب وبيساله ليه بيعمل كده، فبيقولوا ان هو زهق من اللي معاه دول وان هم مش مقدرينه، علشان كده قرر ان هو يتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيه. وراندول الغلبان بيصدقه وبياخده وبيدله على الطريق فعلا، لكن شين بيضحك عليه وبيخلص عليه بعد ما بيضرب دماغه في الحيطه علشان يقدر يكذب، وبيقول ان راندول حاول يقتله الاول وهرب، وبيألف مسرحيه عليهم وبيقنعهم ان راندول هرب في الغابه وان هو خطر عليهم دلوقتي وشكله هيجيب العصابه بتاعته. فبيتصدم ريك وبيطلع على الغابه هو وباقي اصحابه علشان يدوروا عليه، وبيقرروا ان هم يتقسموا مجموعتين، وبيروح ريك مع شين بينما ديريل مع غيلين. وفي الطريق بيكتشفوا ان شين ضحك عليهم وان هو الف قصه كالعاده وهو اللي خلص على راندول بنفسه. وديريل على طول بيقلق على ريك وبيجري علشان يلحقه، لكن ريك بيكون اصلا قفش شين وان هو استدرجه للغابه علشان يخلص منه. اول لما بيوصلوا المكان فاضي بيسالوا ليه عاوز يقتله، فشين بيعرفوا ان كل حاجه هتتحل لو هو مات، وان هم اصلا اتعودوا على غيابه قبل كده ومش هيبقى الموضوع صعب، وبيبدا يهددوا بالسلاح. فريك بيعرفوا ان هو عمره ما هيأذي صاحبه في يوم من الايام، وبيقولوا انت لو عايز تموتني موتني، لحد لما بيصدق شين وبيبدا يرخي سلاحه. وهنا ريك بيستغل الفرصه وبيقتله هو وبيخلص عليه، وبعدها بيتصدم كده ان هو عمل كده في صديقه، وبيظهر كارل فجاه وبيشوف هو بيقتل شين، وطبعا بينصدم من اللي شافه. وريك بيحاول يهديه وبيقول له انت فاهم غلط، ده لمصلحتك. لكن فجاه كارل بيمسك السلاح فبيخاف وبيحاول يهديه كده، لكن بيلاقيه بيضرب نار على شين اللي اتحول لزومبي. وهنا على صوت الرصاص بيتجمع كل الزومبي اللي في المكان علشان يخلصوا منهم، وبيهرب ريك وابنه بسرعه وبيحاول ان هو يشتت الزومبي ويجذبهم كلهم للحظيره وبيحرقهم. في نفس الوقت ده بيوصل الخبر للدكتور ان الزومبي في كل مكان وبيحاصرهم. وهنا الكل بيقرر يهرب لكنه بيرفض يروح معاهم، وبيروح ريك ياخده غصب عنه وبيسيب له المزرعه كده بعد ما اتدمرت، وبيقرروا يروحوا يشوفوا مكان تاني يعيشوا فيه. واول لما بتفوق لوري بتطمن على الكل وبتسال ريك عن شين وفين دلوقتي وليه ما جاش معاهم، وطبعا ريك ما بيردش عليها وبيلاحظ ان اندريا مش موجوده وبيفتكر انها ماتت، لكن اندريا بتكون عايشه لكنها محاصره في الغابه. في نفس الوقت ده بتفضل لوري تضغط على ريك علشان يعرفها مكان شين، فبيحكي لها ديريل الحكايه كلها وبيقول لها ان شين خلص على راندول للاسف، وان بعدها اتحول لزومبي رغم ان هو اصلا ما تعرضش للعض. وبيقرر يعترف باللي الدكتور قاله لريك قبل ما المختبر يتفجر، وان هو لما راح للمركز بتاع الدكتور جينس قال له ان هم كلهم مصابين بالعدوى وان اي حد بيموت مش شرط يكون معضوض، لكن بعدها هيتحول على طول لزومبي. وبيتصدم الكل لان خبى عنهم حاجه شبه كده، فبيتضايق ريك من رد فعلهم وبياخد بعضه كده وبيمشي. فبتروح لوري وراه وبتقول ان هو متاكد ان هو عمل كده علشان ده الصح، فبيعترف لها بالحقيقه وان هو قتل شين كمان لانه للاسف حاول يقتله. وبتتصدم من اعترافه وما بتقدرش تتمالك اعصابها، بتنهار وبتطلب منه يبعد عنها. ولما بيجي الليل كلهم بيخيموا لحد لما فجاه بيسمعوا صوت، بيخافوا وبيكونوا عاوزين يهربوا، لكن ريك بيوقفهم وبيقول لهم ان هو وصل للنقطه ديت علشانهم، حتى ان هو قتل اعز اصدقائه وان هو مش هيسمح لهم يدمروا كل حاجه ومحدش هيهرب وهيفضلوا كلهم مع بعض. فبيتصدموا كلهم وبيعرفوا ان ريك اتحول لوحش خلاص، وان اهم حاجه دلوقتي بالنسبه له اللي هو النجاه. وفي نفس الوقت بتتعرض اندريا لهجوم من الزومبي وخلاص بتفقد الامل وشكلها تموت، بس دي مش الحقيقه. وفي اخر لحظه بيظهر شخص مقنع رابط زومبي بسلاسل وبينقذها. ومن هنا بينتهي الجزء الاول من المسلسل عزيزي المشاهد. وان شاء الله لو عجبك الموسم ده ما تنساش تقول لنا في التعليقات ان انت مستني الموسم الثاني، والفيديو ده لو وصل ل 10000 لايك باذن الله هنبدا في السلسله كامله. واقدر اقول لك دلوقتي ما تنساش الاشتراك، واحلى مسا عليك وسلام.